وبعد 10 حلقات من مسلسل كان يا مكان، احب اقول ان بعد البداية والريتم الهادي في اول 3 حلقات، احب اقول لكم دلوقتي المسلسل في البيك بتاع احداثه، وبكل تأكيد هو من افضل مسلسلات النص الاول من رمضان، وبنتظر حلقته كل يوم. المسلسل بيحكي عن شخصية داليا وجوزها مصطفى اللي عندهم بنت اسمها فرح، وفي يوم عيد ميلادها بتقرر انها تتطلق منه، والمسلسل بيبدأ بغموض عن سبب الطلاق، وكانه بيقول ان ده مش قصته الاساسيه، وانه عايز يتكلم عن ازاي الناس بتتخطى المرحله دي، وكمان تاثير ده على البنت بيظهر سريعا، وبنفهم ان في الاغلب سبب الطلاق هي مامتها. وعجبني كمان ان في الاول تصميم شخصيه مصطفى انه كيوت وطيب وهادي جدا، ولكن دلوقتي وده طبعا طبيعي من اللي شافوا منها، وان هي عماله تدوس عليه هي ومامتها بالقواضي وبحاجات تخص البنت وبحاجات تخص البيت، هو قلب بقى بدأ يعور اللي قدامه. وماجد الكدواني رائع يا جماعة، عنده مشاهد لما تركز معاها هتعرف قد ايه هو عامل اداء ممتاز. ويسرا اللوزي طبعا كلنا متفقين ان هي بتعيد نفس دور السنة اللي فاتت بتاع لام شمسية، دور الست المكتئبة، ولكن هي عاملة دور كويس جدا الصراحة. ولكن بقى اتمنى تخرج بره النطاق ده، لان انا الصراحة بشوفها جميلة ووشها بشوش، فمش عارف ليه اتزنقت في الحتة دي. ريتال عبد العزيز كويسه جدا، نهى عابدين هي افضل سبورتنج رول في المسلسل ده، ومعاها كمان حنان يوسف اللي انا وانا بتفرج مستفز قوي منها، وعايز كده اللي هو ما كفايه بقى. والصراحه هي عامله اداء رائع، وده يدل على اللي انا بقوله. مشكلتي مع المسلسل هو اني مش مهتم خالص بالسايد كاركترز، رغم ان على فكره الممثلين عاملين اداءات كويسه، ولكن لا، انا ببقى عايز اركز مع اللاين الاساسي بتاعنا. وخالد القمار على مستوى الموسيقى التصويريه عجباني جدا، وهو طبعا متالق رمضان ده بالمسلسل ده، وطبعا عين سحريه. فبشكل عام كان يا مكان من اجمل وافضل مسلسلات رمضان، واتمنى زي ما فاجئني كده يفاجئني اكتر في اخر 5 حلقات.